عبد الحليم دايما افلامه اولها كوميدي. لازم يكون في حته كوميديه، حتى لو الفيلم حزيني، حتى لو فيلم دراما، حتى لو الفيلم نهايته مش حلوه، لازم يكون الحته الكوميدي في اول الفيلم. لكن فيلمنا النهارده اللي هنتكلم عنه هو من اوله لاخره فيلم كوميدي. ايه هو بقى الفيلم ده؟ هو ده اللي هنتكلم عليه في الفيديو. بس قبل ما نبدا الفيديو نسمي الله ونصلي على رسول الله. معاكم امل في اعز الناس، ويلا بينا على الفيديو. اهلا بيكم يا اعز الناس، كل سنه وانتم طيبين بمناسبه رمضان. رمضان شهر الخير والبركه، رمضان كريم علينا كلنا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا يجعله يا رب شهر مبارك ونستثمر فيه كل الحاجات الحلوه اللي ربنا كاتبها في شهر رمضان. ونسيبنا بقى من المسلسلات، ومفيش اصلا مسلسل حلو. قولوا لي كده بتتابعوا ايه من المسلسلات؟ انا عن نفسي مش بتابع اي حاجه في رمضان خالص. فلما تحبوا كده تاخدوا وقت ترفيهي بعد العباده وكل حاجه حلوه في رمضان، تيجوا تتفرجوا على اعز الناس. كفايه عليكم قوي، الترفيه فيها حلوه وهتعجبكم. من القناه زي ما انتم عارفين عن اعز الناس عبد الحليم، والكل محب الزمن الجميل بنتكلم فيه عن النجوم بتوع زمان، وما اجمل زمان ورمضان زمان وكل حاجه حلوه كانت زمان. فما تنسوش تتفرجوا على اعز الناس وتعملوا لايك واشتراك في القناه اذا كنتوا لسه ما اشتركتوش في القناه، عشان ندعم القناه ونخليها اكبر قناه تخص اعز الناس عبد الحليم حافظ وكل نجوم الزمن الجميل. النهارده هنتكلم عن فيلم حلو قوي لعبد الحليم. الفيلم من اوله لاخره كوميدي، وكنت فعلا اول مره اشوف الفيلم استغربت ان الفيلم يكون بالطابع الكوميدي ده، لان كنت اول فيلم شفت عبد الحليم فيه وحبيته فيه هو فيلم حكايه حب. انتوا كمان قولوا لي ايه الفيلم اللي انتوا حبيتوا فيه عبد الحليم او عرفتوا منه عبد الحليم، سواء كان فيلم او اغنيه. فانا طبعا لما حبيت عبد الحليم من فيلم حكايه حب، الفيلم كان كله ماساه، يعني الفيلم كله ماساه ومرض وموت وكده. لكن لما جيت اتفرجت على فيلم فتى احلامي، وهو ده بطل قصتنا النهارده، الفيلم من اوله لاخره فعلا كوميدي. عبد الحليم فيه طالع دمه خفيف جدا زي عبد السلام النابلسي بالظبط، وبيعمل فيه حاجات حلوه قوي. والفيلم للي ما شافوش موجود الفيلم كامل على اليوتيوب، لكن انا بختص هنا بمشاهد معينه بتبين قد ايه الفيلم فعلا حلو. ما تعرفش بس عادل. ايوه انا زيد وانت يا عزرائيل. لا انا جبريل. تعالى بريك عليك. الله يا جدع، انت حاسب دي اشتريت تسديد ديون. الفيلم قصته حلوة، نفسها قصة كوميدية، لأن هما اتنين أصحاب بيسهروا ويسكروا وكل همهم جمع الفلوس عشان يبقوا مع الرقاصين. لكن عمه في يوم عمه اللي واكل حقه، واكل ورث عبد الحليم ده، فلأنه تعب ومرض فبعت لعبد الحليم يجي عشان ياخد ورثه. ومن هنا تبدأ بقى المفارقات في الفيلم. سلامتك يا عم. وفرح جدا عبد الحليم بالطلب ده اللي جاي له عن طريق عمه، ان هو يروح يشوف فلوسه وورثه، وهو اصلا متدين لطوب الارض، وكل شويه الديانه جايه عايزه فلوسها. انا حصل بيني وبين المرحوم والدك خلاف على مسائل الماديه من 20 سنه، وفضلنا متخاصمين لدرجه اني ما مشيتش في جنازته ولا في جنازه من ابلع يا عم. ابلع والدتك. لان اي فلوس بياخدها بيروح يسكر ويسهر بيها. ولما عرف ان عمه هيديله ورث برضه سهر وسكر علشان عارف انه جايله فلوس، وغنى اغنيه بكره وبعده واللي وعدني هيوفي وبعده على عمه. بكرة وبعده بكرة وبعده. فالحقيقه الفيلم برضو فيه اغاني حلوه كتير. فبعد كده بقى راح عشان يشوف عمه، لقى عمه فعلا قال له انت ليك ورث وهتاخده وتعالى يوم كذا وقابلني، وقابل ساعتها بنت عمه. ولكن عمه رجع خف وبقى صحته بوم. انا عادل ابن المرحوم اخوك. هي اللي ترحمك مطرح ما راح. وعايز ايه وجاي ليه وايه اللي جابك هنا؟ انا جاي حسب الميعاد، النهارده الخميس. فعبد الحليم شافه استغرب جدا ان ده عمه اللي هو كان تعبان. مين؟ انت اللي مين؟ مش معقول تكون عم عم عمي. ازاي بقى خف كده؟ لما خف بقى كل عليه فلوسه تاني وقال له انت مالكش اي ورث عندي. فلكن بنت عمه حبت ان هي تروح تصالحه، راحت له وسمعته وهو بيغني اغنيه روحي حياتي. روحي حياتي الحب بيسأل ويسلم والشوق هو اللي لكن هي ما افتكرتش ان اللي بيغني عبد الحليم، افتكرت ان اللي بيغني ده صاحبه اللي استقبلها الاول، فوقعت في حبه وغرامه بسبب صوته الحلو.
فالفيلم هنا بيبدا الكوميديا قوي بقى في حته صوت عبد الحليم خدوا عبد السلام النابلسي. لما صوت عبد الحليم خدوا عبد السلام النابلسي بدا الفيلم في الكوميديا بتاعته الحقيقيه فعلا، لان طبعا كل شويه عبد السلام النابلسي يغني بصوته الحقيقي والناس تفتكروا ان ده عبد الحليم ويفضلوا يزعقوا لعبد الحليم ويقولوا له بس بقى اسكت، انت قرفتنا بصوتك ده، يا ريت صوتك كان زي صاحبك الحلو ده. صوتك انت، امك صوتك انت. عادل كلما قلت له خذ قال هاتي. هو اللي بيدعى بيدعى عليك. طبعا عبد الحليم بقى ايه غنى بعد كده بيا قلبك بيا ودك في حفله، وكان المفروض ان اللي بيغنيها عبد السلام النابلسي. علشان يعملوا ان هو اللي غنى اداله في حته وبدا يغني عبد الحليم على ان اللي بيغني عبد السلام النابلسي. هو بغزالة فلازم تسيبوه يغني لوحده. خلاص نسمعه من بعيد. فالفيلم بقى كله مفارقات وخفه دم من عبد الحليم حلوه جدا زي ما انتم شايفين كده. العهد اللي رعاك والقلب اللي فداك. وكمان الاغاني في الفيلم حلوه قوي لدرجه ان عبد الحليم كمان في الفيلم حول اغنيه ظلموه على وزن اغنيه ظبطوه وضربوه لعبد السلام النابلسي لما كان بيتريق عليه في الفيلم. يعني الفيلم فعلا عبد الحليم فيه دمه خفيف قوي. ظبطوه زنقوه ويا ريتهم بعد ما ضربوه غضبوه. اما بطله الفيلم هي الفنانه دي منى بدر، كانت ملكه مصر سنه 1956، وعبد الحليم شاف صورها على مجله فعجبته فحب ان هو تمثل معاه ملكه جمال مصر في السنه دي، وخدها فعلا لفيلم فتى احلامي. ولكن مش عارفه ليه ما خلوش صوتها هو اللي شغال في الفيلم، خلوا صوت كريمه مختار هي اللي تقوم بصوتها. ليه ما اعرفش، هل هو صوتها فعلا مش حلو؟ وما اقدرش اقول لكم اتفرجوا على فيلم تاني ليها عشان تشوفوا صوتها، لانها ما عملتش افلام تانية. بس انا قريت كتاب في علم تحضير الارواح. رصيدها الفني 3 افلام بس، فيلم فتى احلامي وفيلم تاني مش في مصر، لكن الفيلم برضو ادانا 4 اغاني حلوين قوي، بكره وبعده وروحي حياتي واللي هي الحب بيسأل يعني، واغنيه بيع قلبك وخساره خساره فراقك يا جاره خسارة فراقك يا جارة عينيا بتبكي عليك بمرارة. الاغنيات كلها بصراحه جميله. قولوا لي ايه اجمل اغنيه حبيتوها في الفيلم ده؟ انا عن نفسي بحب اغنيه بيع قلبك بيع ودك، بتعجبني قوي، وخاصه الكوبليه بتاع بتقول ناري تعبت قلبي. بتقول ناري تعبت قلبك مش دي النار اللي كان حبك طاير في جنتها وسارح. فالفيلم ده قولوا لي بقى ايه رايكم فيه وشفتوه كام مره؟ انا شفته كتير جدا، انا حافظه الحوار بتاعه اصلا. اتمنى يكون الفيديو عجبكم وما تكونوش نسيتوا تعملوا لايك واشتراك للقناه، واستنوني في فيديوهات تانية كتيره تعجبكم باذن الله. شكرا جدا على المتابعه.